السلام عليكم بنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غنتقاسم معكم حريشات مالحين بالجبن وبالزعتر كيجيو رائعين. فغنحتاجوا اليوم 4 الكيسان ديال السميده الخاصه بالحرشه، ومعلقه ديال سكر سنيده، ومعلقه ديال الخميره هكا اللي كتكون حبيبات، الخميره اللي كنعجنوا بها الخبز، مع معلقه ممسوحه ديال الملحه، ومعلقه ديال الخماره ديال الحلوى. هذه راه معلقه كبيره يا البنات باش خديت هاد القياسات، والقياسات راهم مضبوطين. وبالنسبه السميده فراني قستها معاكم بالكاس ديال العنبه. غادي نخلطوا النواشف مع بعضياتهم مزيان، وغادي نزيدوا ربع كاس ديال الزيت النباتيه اولا زيت الزيتون اللي كان عندكم ديروه. هنا غادي نبسبسوا هادشي مزيان مزيان حتى كترمل لينا هذيك السميده وكتجانس مع بعضياتها وكتجي لنا بهذا الشكل هذا. وغادي ناخذوا منها واحد شويه، انا خديت واحد الجبانيه صغيره باش كنفند فيها هادوك الحريشات ديالي. من بعد غادي نحتفظ بها على جنب، وغادي نزيدو واحد المعلقه ديال الزعتر اللي كتكون بومبيه البنات، وكنحكوها على هاد السميده هادي وكنخلطوها. راها كتعطي واحد الريحه واحد المذاق زوين للحرشه ديالنا. هنا غنزيدو الماء، فزدت الكاس الاول ديال الماء غير من الروبينيه البنات. وبالنسبه للكاس الثاني فانا راني كنت كنضيف فيه بالتدريج كيف كتشوفوا معايا. ما كينعجنوش السميده ديالنا، فغير كنخلطوها هكايا وكنخليوها على جنب كترتاح تقريبا واحد 5 ديال الدقائق باش كتشرب لينا. وهنايا من بعد ما ارتاحت 5 ديال الدقائق فانا غادي ناخذ واحد الغطايه بحال هكا، ولا كان عندكم السيركل ديال الحرشه فديروه. هنايا غادي نبدا ناخذ كويرات هكا بهذا الحجم هذا، وغادي نديرو فيهم معلقه صغيره ديال الجبن اللي كيعطيهم واحد المذاق وواحد الاضافه رائعه. كنديرو هكايا الوسط وكندوروها وكنفندوها في هذيك السميده اللي احتفظنا بها في الاول، وكنديروها هكايا في هذه الغطايه هذه، وكنعاودو نديرو السميده من الفوق بهذا الشكل هذا. وكنبقاو مستمرين بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله. الجبن حاولوا ديروه في الوسط باش هكا ما يخرج لكمش من الجناب اولا من الوجه ديال الحرشه وكيتحرق لكم في المقله. حاولوا ديروه في الوسط مزيان. الطريقه راها واضحه على الفيديو كيف كتشوفوا معايا، راها ساهله وماهله دغيا دغيا كتوجد ديال البنات. توجديها هكا لفطورك اولا للكوتي، راهم كيجيو بنانين وناجحين. غير جربوهم يا البنات على حسابي. وكنتمنى من كل قلبي انه كاع اللي كيشاهدوا لي فيديو ديالي انهم يبارطاجوا القناه ديالي ويخليو لي لي لايك وكذلك تعليقات زوينه اللي كتكون هكا محفزه باش حتى انا كتشجعوني باش نزيد هكا نحط لكم فيديوهات بشكل يومي. هادشي الا كان كيعجبكم المحتوى ديال القناه ديالي ولي وصلت حتى لهنا حبيبتي فما تنسانيش باللايك كيف قلت لكم وتبارطاجي القناه ديالي. انا هنا غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي وكندوزو باش نطيبوا الحريشات ديالنا. فهنا بعد ما كملت كيف كتشوفوا معايا فانا درت المقله تسخن وحطيت فيها هكايا الحريشات على نار اللي كتكون متوسطه. وهنايا غادي نقلبوهم كيف كتشوفوا راهم تحمروا وكيجي فيهم واحد اللوين غزال. غادي نضغطوا عليهم هكايا واحد شويه باش كياخذوا لنا داك اللون اللي كيكون هكا ذهبي. هنا راني درت 2 مقيلات باش دغيا نكملهم. شفتوا يا البنات راه الطريقه راها ساهله ودغيا دغيا كيوجدوا، غير ما تعكزيش ونوضي دابا وجديهم. شوفوا ليا البنات ما شاء الله الحريشات كيفاش كيجيو كيشهيو ما شاء الله. شوفوا غير اللوين اللي كيكون فيهم راهم كيجيو هشاشين، وكيف قلت لكم دغيا كيوجدوا. انا نقسم معكم وحده باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. شوفوا ليا الهشاشه ديالها راها كتجي ناجحه ورائعه، اكيد غادي تعجبكم. غير جربوهم. شوفوا لي البنات كيجيو فيهم داك الجبن هكايا لداخل، كتقدميهم بالصحه والراحه للفطور اولا في الكوتي. وكان هذا هو الاقتراح ديال اليوم. كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنضرب لكم موعد لفيديو اخر ان شاء الله. وخليت لكم الراحه حبيباتي، بسلام عليكم.